في حاجات المفروض تقع لكنها واقفة، وحاجات المفروض تغرق لكنها بتطفو. العالم مش دايما منطقي زي ما فاكرين. أهلا بيكم في قناة هبد علمي، القناة اللي بتقولك الحقيقة حتى لو الحقيقة نفسها مش مقتنعة إنها حقيقة. الوقت مش ثابت في كل مكان. ساعات الأقمار الصناعية بتسبق ساعات الأرض بحوالي 38 مايكرو ثانية في اليوم، ولو ده ما صلحش الجي بي اس هيغلط. في مكان اسمه البحر الميت، الناس فيه بتطفو بسهولة. السبب الملوحة عالية جدا، فكثافة المياه أعلى، فتديك طفو أكبر. علماء لقوا كائنات دقيقة اتجمدت آلاف السنين ورجعت تعيش. دي مش خلود، دي حالة اسمها السكون الحيوي. يعني إيه؟ الكائنات دي مش بتعيش للأبد، هي بس بتستنى. وأول ما الظروف ترجع مناسبة، حرارة، مية، أو غذاء، النشاط الحيوي بيرجع تاني. في سان فرانسيسكو برج اسمه ميلينيوم تاور. الناس اكتشفت إنه مش بس بيغوص، ده كمان بيميل. اللغز: إزاي برج ضخم يتحرك وهو واقف؟ الحل: التربة تحته رخوة، ومع نوع الأساسات يحصل هبوط تدريجي بطيء على سنين. يعني البرج بيتحرك بس بالحسابات. في تايوان في برج اسمه تايبي 101. الغريب هو متصمم أصلاً إنه يتحرك. جواه كرة ضخمة اسمها تيونيد لاس دامبر، بتتمايل عشان تقلل الاهتزاز وتحمي المبنى. في أماكن اسمها جرافيتي هيل، تحط العربية على نيوترال وتلاقيها كأنها بتطلع لفوق. اللغز: هل الجاذبية بتعكس؟ الحل: خداع بصري. الطريق في الحقيقة نازل، لكن شكل المكان بيخدع عينك. اكتب لي في الكومنت أنهي لغز فيهم كان أغرب بالنسبة لك. لو عجبتك الحلقة دوس لايك وسبسكرايب وفعل الجرس، واستنى الهبد القادم. كان معاكم دكتور هبد. سلام.